ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل الجلاش بس هنعمله بطريقة مختلفة. دي بيسموها اساور الست. سبق وعملناها قبل كده بس اتطلبت مني ان انا اعملها يعني خطوة خطوة بالراحة. فانا عاملاها لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ملهوش حل. بصوا، الجلاش هيطلع معاكم كده هو مقرمش ودايب خالص مش مجلد. في دايما الناس بتعمل الجلاش بيطلع معاها مجلد، لا دوت طالع دايب ومقرمش في نفس الوقت. اعملي الخطوات واحدة واحدة زي ما انا هعملها، صدقيني هتاكلي ألذ وأطعم جلاش زي بتاع محلات الحلواني بالظبط. هنسمي الله وهنبتدي بأول حاجة. أول حاجة أنا جايبة عندي هنا هو كلفة جلاش، وزنها بالظبط نص كيلو. تمام كده هو. يبقى الكمية اللي هعملها النهاردة هعمل نص كيلو من الجلاش. بعد كده بحط الجلاش وببدأ بقسمه نصين بالعرض مش بالطول. تمام. بشيل نص احطه في كيس عشان ما ينشفش مني، وهشتغل في النص الاولاني. نيجي بقى بالاداء اللي هنعمل بيها. اي حاجة مدورة عندك، ممكن عصاية شيش طاووق، هتجيبي كذا عصاية تلفيهم ورقة استرتش. ممكن انا وردتكم هنا هو كعصاية خشب يدها محروقة شوية، ديك مش بتاعة الجلاش خالص. ديك دي يد معلقة خشب من بتاعة التقليب، فالمعلقة كانت اتكسرت فاستخدمت العصاية بتاعتها، فقلت اوريكم الفكرة ديك لو متاحة عندكم. تمام. مش متاحة بتستخدموا بتجيبوا في عصاية مخصوص لأساور الست، بتبقى في منها استانلس زي اللي انت شفتيها الأولانية، وفي منها الخشب. ما فيش دي ولا ديك، بتجيبي عصايتين شيش طاووق وتعمليهم باسترتش وتشتغلي عليها. انا مش عاوزاكي ان انت تعقدي نفسك خالص. تمام. انا حتى هعمل لكم في الفيديو بالعصايه وبالاستانلس، بس انا قلت اوريكم بنعملها ازاي. انا بجيب ورقه ورقه، مش بعملها ورقتين. تمام. ورقه ورقه وادهن بالسمنه بتاعتي، وبعد كده ببدا الف. وانا بقى بلف ما بلفش قوي، يعني ما بضغطش على العصايه قوي. ليه؟ لان لو انا ضغطت عليها قوي هاجي وانا بكرمشها كده هو واجي اطلعها مش هتطلع معايا، هتتقطع. فانتي بتعمليها مهويه شويه، يعني بتلفي بس، وانتي بتلفي ما بتدوسيش على اللف قوي، بتخليها مهويه. بعد كده بقى بتكرمشيها زي ما انا وريتكم وتلفيها دايره. ايه اللي هتعمليه؟ هتحطيه في صينيه مدهونه، مدهونه بقى بسمنه بزبده بسمنه على زيت. الماده الدهنيه اللي انت بتفضليها ان انت بتشتغلي بيها في الحلويات اشتغلي بيها. زي ما قلتلك قبل كده، هو نوع وجودة السمنة اللي انت بتستخدمي بيها او الزبدة هي اللي بتطعم الحلويات. يعني ما تجيبيش نوع جودته رديء وعاوزة الحلويات تطلع معاكي ممتازة، لا خالص. كل ما جودة السمنة او الزبدة نوع يكون كويس، كل ما الحلويات هتطلع معاكي ممتازة. انا هنا هوك عملت النص الاولاني هو بالشكل دوت. طبعا لما بخلص الجزء الاولاني بجيب فرشة السمنة كده هوك واروح ايه عاملة لمسة من فوق كده هوك. ليه؟ عشان ورق الجلاش بتاعي ما ينشفش. فلو نشف هاجي ادخله الفرن مش هيبقى لذيذ. فاهماني؟ فانا افضل ان انت اول لما تخلصي كل جزء تخلصيه تديله رشة من السمنة زي ما انتوا شايفين كده هو. دي كمية النص كيلو اللي انا عملتها. نيجي بقى بالحشوه بتاعتي. حشوه بقى، حبه تكون سوداني مكسرات، حبه تخليها ساده وتحشيها بالنوتيلا بالكراميل، مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لك انتي. بس بالسوداني او بالمكسرات بتبقى طعمها فوق الوصف. لو انتي بقى حابه ان انتي عندك عزومه وحابه ان انتي تعملي كميه كبيره، هتعملي الخطوه لغايه ما انتي لفتيه وعملتيه دوائر لغايه قبل السوداني، وتشيليه عادي في الفريزر مفيش اي مشكله، وتحطيه في كيس كويس، وتطلعيها قبل التسوية بحوالي ساعة ان هي تفك، وتروح حاطة السوداني وتروح حطها في الفرن. تمام كده هو. بس انا هنا هو هعملها على طول مش هحطها في التلاجة. التسوية بتاعتي على درجة حرارة متوسطة عشان التسوية تطلع مظبوطة ويطلع لونه ذهبي من فوق ومن تحت. لو انت عليتي النار واستعجلتي عليه هيطلع من تحت متحمر مفيش اي مشكلة، ومن فوق متحمر بس القلب بتاعي هيبقى مجلد. تمام.
القلب بتاع الجلاش هيبقى معاكي مجلد. فانت لو انت عاوزاه مقرمش ودايب، هتبقى درجة الحرارة بتاعتك هتبقى متوسطة لغاية ما اللون بتاعك ياخد لون ذهبي من تحت. وبعد كده بتقفلي من تحت وتفضلي تشغلي الشواية على درجة حرارة برضو متوسطة، ما بتعليش الشواية خالص. يعني ما بتعليش على درجة حرارة عالية، هيتحمر منك بسرعة وممكن يتحرق منك. بصوا بسم الله ما شاء الله، بعد ما طلع سقيناه بالشربات على طول. الشربات بتاعي انا عملته قبل كده في كذا فيديو. الشربات التقيل بيبقى كوباية سكر على كوباية الا ربع من المية مع عصرة ليمونة. تمام كده اهوت. ده شربات الجلاش بتاعي. بس ايه بقى بالجلاش، يعني بس الشربات بتاعي للجلاش بيبقى بارد. دي كده بتكون الكمية بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، طالع ذهبي من تحت ومن فوق، والسوداني بتاعي ما تحرقش ولا حاجة. اتمنى وصفتي تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.